شهر يونيو كان فيه افلام كتير قوي كويسه مصريه واجنبيه، فهل شهر يوليو هيكون زيه؟ انا النهارده جاي اقول لكم عن افضل الافلام اللي هتكون موجوده في شهر 7. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبتدي مع الافلام المصريه، والحمد لله ان هم مش هيكونوا كتير الشهر ده. هو فيلم واحد ومش متحمس له قوي بصراحه، وهو فيلم جوازه توكسيك. الفيلم هيتكلم عن الفرق بين الطبقات والتفكير في الجواز، وهيبقى من بطوله محمد انور وبيومي فؤاد وليلى علو، وهينزل يوم 4 يوليو، ونسبه تحمسي ليه هي 4/10. نخش بقى على الافلام الاجنبي. في افلام كتير اجنبيه كويسه بس برضه مش افضل حاجه. اول فيلم هو فلاي مي تو ذا مون، وهيبقى من بطوله سكارلت جوهانسون وتشانينج تاتو، وهيبقى اكشن ورومانسي، وبصراحه مش متحمس له قوي. هينزل يوم 11 يوليو، ونسبه تحمسي ليه هي 4/10. تاني فيلم اجنبي معانا هو فيلم تويستر، وهيبقى بيتكلم عن اتنين ومختارين العواصف اخترعوا جهاز جديد بيعرف ان في عاصفه قبل ما تيجي، فبيضحوا بحياتهم علشان يقدروا يجربوا الجهاز ده علشان ينقذوا حياه ملايين ناس تانيين. وهيبقى من بطوله انتوني راموس. هينزل يوم 18/7، ونسبه ترقبي ليه هي 5/10. نيجي بقى عند اخر فيلم معانا، وهو اكتر فيلم انا متحمس له وممكن يكون في السنه كلها، هو فيلم ديدبول اند وولفرين. ومن التريلر كده انا متحمس له جدا بصوره مش طبيعيه، وحابب اشوف تداخل العوالم بتاعه مارفل ومين هيظهر في الفيلم ده، خصوصا ان احنا شفنا بوابه زمنيه من اللي بيفتحهم دكتور سترينج. نسبه تحمسي ليه هو 9/10. وفي الاخر اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل. اشوفكم على خير في حلقات كتير جايه، وسلام.